السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين، يديكم العافية. الله يسعدكم. صحيح لنا فترة ما تلاقينا، لكن أنا أعتذر والله على إنه الواحد ما تابع السلسلة اللي كان مفروض يتكلم فيها عن خطاب الكراهية وتبعاته ومآلاته وتأثيره على البلاد. لكن إن شاء الله في قادم الأيام بعد ما الواحد شوية كده يخلص الزنقة اللي هو مزنوق فيها، زنقة القراية. دايما أنا بقول قراية الكبر دي قراية كعبة كعبة كعبة، قراية الكبر قراية كعبة. لكن خلينا نتكلم عن نقطتين في عجالة كده. النقطة الأولى رسالة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر السيد كامل إدريس. أنا في مقال أنا والله بس ما مستحضر التاريخ اتكلمت فيه الأمل بلا عمل. ده كان عنوان المقال، اتكلمت فيه الأمل بلا عمل، لأنه في الحقيقة أنا ما لقيت لي إلى اليوم يعني واحد من المسؤولين دين شغال الشغل المفروض هو يكون يعني موكل به. الكل بيشتغل يعني عكس الحاجة اللي هو منوط بها. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هو قبل يومين أو 3 أيام السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر فات افتتح له منارة يعني في شارع بيت ختمي. أنا ما أذكر شارع بيت ختمي. طيب الحاجة دي بتوديني لتساؤلات. التساؤلات هي كالآتي: يا سيد رئيس مجلس الوزراء الموقر، يعني وبرضه كتبت فيك مقال يعني بعنوان بدل إنارة الطريق أنيروا حياة الناس يعني. طيب بدل ما انت تمشي تنير اللي هو شارع بيت ختم، وانا متأكد انه بكون مستشارين لك يعني هيشوفوا الفيديو ده وهيقول لك يا اخي انه في زول ابصلعه كده يتكلم في المسألة دي. يعني بدل ما تمشي تنير يعني الشارع اللي هو شارع بيت ختم، وانا في تقديري انت معتبر انه شارع حيوي، لكن دي ما الأولوية له نهائيا لأي سبب إن كان. ما الأولوية إنك يعني موكبك الكبير وحاشيتك الكبيرة والاسطول بتاع السيارات والتفاصيل دي كله تمشي عشان تنيره، أو تتابع سير العمل في إنارة شارع بيت ختم. دي ما الأولوية بأي صورة كانت من الصور. الأولوية التكليف الأخير اللي انت كلفته للإخوة في مطار الخرطوم بأنه أو مطار بورسودان بتأهيل مطاري بورسودان والخرطوم، دي كان الأولوية إنك تمشي تتابع سير العمل هناك يعني تمشي تتابع إنه كيف هل تمت معالجة قصة تأخير أمتعة المسافرين. واحد، تمشي تتابع هل تم يعني معالجة أزمة المرافق الصحية اللي هي الحمامات بين قوسين، دي تمشي تتابعها. هل تم تأهيل المطار بالصورة المطلوبة، دي برضو تمشي تتابعها. برضو في تساؤل كتير قاعد أسأل فيه، يا ربي إنه هل مسؤوليننا ديل قاعدين يسافروا بنفس المطار اللي نحن كمواطنين قاعدين نسافر فيه؟ ما عارف، لكن اصلا انا قاعدين تسافروا بنفس المطار، فالاولى انك تمشي تتابع التاخير. الاولى انك تمشي تتابع برضو الطريقه اللي قاعدين يتعاملوا بها الموظفين مع المواطنين. دي الاولى انك تتابع الواجهه بتاعت المطاري او منافع السودان او مطارات السودان. دي الاولى. طيب الاولويه الثانيه انك تمشي تتابع قصه الكهرباء. الأولوية الثانية إنك يا السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر تمشي تتابع قصة الكهرباء اللي هي ضاربة على معاش الناس. دي الأولوية الثانية، دي الأولوية يعني، ودي الأهمية إنك أسطولك الكبير ما شاء الله إنك تسوق وتمشي هناك عشان تعالج الأزمة بتاعت الكهرباء المؤرقة حياة المواطنين ومؤثرة في معاشهم. الأولوية الثالثة برضو يا السيد رئيس مجلس الوزراء تعالج القصة بتاعت الجبايات. أنا بتذكر وما مستحضر اليوم بالضبط كده انك انت طلعت توجيه وتكليف انه ما في زول يدفع له جباية بغير وجه حق، او كلها تكون يعني في 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 اسم شنو اللهم صل على محمد موجهة للدولة في حساب موحد. طيب الحصل شنو في المسألة دي؟ هل تمت معالجتها؟ يعني تساؤلات، يعني انا بسأل بس تساؤلات ربما يعني اجد لها جواب. الحاجة الثانية برضو اللي بسأل فيها الشرطي ود المصطفى. أنا والله من المتابعين للشرطي ود المصطفى، يعني يصيب أو يخطئ، نتفق أو لا نتفق في بعض الأشياء، لكن في النهاية في حاجات أنا كمواطن عشتها وشايفها. طيب مدير عام الشرطة أو مدير عام المرور طلع في مؤتمر صحفي يتكلم إنه يا أخي الكلام ده كله كذب، أو الحاجة الفيديو كان حاصل ده فيديو ما حقيقي.
انتوا بداركم يعني نزلتوا مثلا قوة في الشارع تابعت المسألة دي؟ طيب انتوا بداركم يعني مشيتوا سألتوا المواطنين اذا الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ آه والله يا سيد كامل ادريس، الحقيقة الفيديو ده كله موجه لك انت، يعني يا ريت انه برضه يصلك بصورة ما او باخرى. المواطن السوداني عانى، وانت جيت بتضحيات الرجال بدمائهم، وجيت ببكاء الارامل والاطفال. انت جيت ب... بطريقة يعني الرجال قدموا فيها الكثير، الرجال قدموا فيها اغلى ما يملكوا، حياتهم. فيا ريت فيا ريت طالما انه الرجال قدم حياتهم في المسألة، يا ريت تنزل للمرحلة اللي هي من قصرك العالي، تكون في الشارع مع الناس تخدمهم. فدي المرحلة الوحيدة اللي بتخليك قاعد في أذهان الناس، انك تجي تعالج القصص الناس المؤرقة ومتعبام ومطلع زيت حياتهم. انا في تقديري بتجي مرحلة من المراحل المواطن لما يفقد ثقته في الدولة تاني ما هيتعامل معها. انا اكد لك لما تيجي المرحلة دي ما في زول تاني هيمشي، او ما في زول تاني لما يوقف بتاع مرور هيتعامل معه بتاع مرور، لسبب واحد، انه السلاح منتشر في الدولة بصورة يعني كبيرة جدا جدا. قل او ندر ان تلقى لك شخص ما عنده سلاح. فالمواطن ده هيصل مرحلة هيشتبك مع القوات النظامية، هيصل مرحلة انه هيشتبك مع اهل الجبايات اللي هم موظفين محلية. هيجي مرحلة ما هيقدم اي تنازل لاي سبب إن كان. فيا ريت قبل ما المواطن يصل المرحلة دي حاولوا بقدر الامكان عالجوا المشاكل اللي بتأرق كاهل المواطن. صحيح الدولة بها ما بها من مشاكل وبها ما بها من ضغوطات، سواء كان ضغوطات خارجية أو ضغوطات داخلية، لكن في حاجات البسيطة دي حاولوا بقدر الإمكان عالجوها، لأنه معالجتها لو ما تمت، لو ما ضربت الحديد وهو حامي، ما أظن إنك تاني تقدر تشكل الحديد ده، وما أظن إنه المعالجة تتم بالصورة المطلوبة. فيا ريت يا سيد كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء، وأنا متأكد الرسالة دي هتمر يا بيك يا بواحد من مستشارينك يا whatever هتمر، لكن لما تمر حاول ركز في القوافل اللي أنا قلت عليك. وأنا شاب، يعني شاب زي الشباب اللي قاعدين حياتنا بقت ما مفهومة ذاتها ماشية لوين ولا جاية من وين، لكن في النهاية نحن كمواطنين أو كشباب لو ما انت جيت قعدت معانا نحن كالشباب ديل، ما أظن إنك تمشي خطوتين لقدام، ما أظن، لأنه هو رصيدك كله الشباب، رصيدك أن إحنا الشباب ديل. أسمع مننا وما تسمع من الناس اللي قاعدين معاك اللي أضلوا الطريق أو هيضلوك، لأنه هم بعينوا للوبي بتاعهم والمصالح بتاعتهم. فيا ريت تخط الكورة واضح، تجي تقعد مع الناس تسمع منهم هم دارين شنو. يا ريت كل التوجيهات اللي انت بتقدمها والوعود اللي انت بتقدمها تتابعها، تخصص لها إدارة معينة تمشي تتابع الوعود دي. وبرضه يا ريت تستفيد من الطاقة الشبابية الموجودة، يا ريت تستفيد من الطاقة الشبابية الموجودة، لأنها طاقة جبارة جدا جدا. فيا ريت تستفيد من الحاجات دي. ده كل الموضوع زي ما قلت لكم. عسى ولعل انه في مقبل الايام لو ربنا سهل الواحد تاني يرجع للسلسلة بتاعت خطاب الكراهية، بس نتحلى من الزنقة الحالية الواحد قاعد فيها دي. بعدك بإذن الله تعالى نرجع بصورة مرتبة وبصورة أفضل، وفي فيديوهات أكثر. ربما الفيديو لا يفوت 3 دقائق. أنا في تقديري بكون أفضل، وشاكر لكم ومقدر. السلام عليكم ورحمة الله، وعسى ولعل الرسالة تصل لولي الأمر.